في وشوش كده في التاريخ ما بتتنسيش، وشوش محفورة في ذاكرة الزمن، صوتها بيفضل يرن حتى بعد ما أصحابها بيمشوا بسنين. حكايتنا النهاردة عن واحد من الوشوش دي، دكتور سائر أيقونة اسمه أرنستو تشي جيفارا. ممكن تكون شفت صورته على تيشيرت أو مرسومة على حيطة في شارع، بس يا ترى سألت نفسك مين الراجل ده وإيه حكايته؟ الأهم بقى إيه اللي يخلينا النهاردة في قلب اللي بيحصل في غزة نرجع ونفتكر قصة تشي جيفارا؟ ما كانش مجرد سائر شايل سلاح، ده كان دكتور أرجنتيني شاف بعينه الظلم والفقر اللي كانت غرقانة فيه شعوب أمريكا اللاتينية. قلبه وجعه على الناس المطحونة وحس إن الكلام لوحده مش كفاية. قرر يسيب عيادته وحياته الهادية ويوهب عمره كله علشان يحرر المظلومين. من كوبا جنب فيدال كاسترو لحد أدغال بوليفيا، جيفارا كان بيحارب في كل حتة فيها ظلم. كان عنده حلم واحد، عالم ما يكونش فيه سيد وعبد، عالم كل الناس فيه أحرار. كان بيقول جملة عظيمة أشعر على وجهي بألم كل صفعة توجه إلى مظلوم في هذه الدنيا. الراجل ده بقلبه اللي بيسع العالم كله قضية فلسطين كانت ساكنة جواه، فلسطين اللي شاف فيها نفس الظلم اللي حاربه طول عمره. وسنة 1959 وبعد انتصار الثورة الكوبية، جيفارا جه مصر وقابل الزعيم جمال عبد الناصر، ومن القاهرة عمل زيارة تاريخية، زيارة هزت الدنيا وقتها. جيفارا زار غزة. تخيلوا معايا المشهد، أيقونة الثورة العالمية ماشي في شوارع مخيمات اللاجئين في غزة، شاف بعينه بيوت الناس اللي اتهجروا من أرضهم، سمع منهم حكايات الألم والأمل. وقتها قال لأهل غزة كلام واضح وصريح: عليكم أن تقاوموا الاحتلال، قضيتكم لازم العالم كله يعرفها. جيفارا مش بس دعم بالكلام، هو شاف ان المعركة واحدة والعدو واحد. الظلم اللي في فلسطين هو نفس الظلم اللي في اي مكان في العالم. حتى بنته أليدا جيفارا قالت ان ابوها كان دايما بيقول يجب القتال الى جانب الشعب الفلسطيني، كأن التاريخ بيعيد نفسه، او يمكن الظلم هو اللي ما بيعرفش يغير شكله. نفس المشاهد اللي شافها جيفارا من اكتر من 60 سنة بنشوفها تاني النهاردة في غزة. بيوت بتتهد على اصحابها، اطفال بتحلم بوطن، واهالي بيكافحوا علشان مجرد يعيشوا. روح جيفارا، روح الثوره ضد الظلم، لسه عايشه في كل شارع وحاره في غزه، عايشه في صمود الامهات، في شجاعه المسعفين، في اصرار شعب كامل بيرفض انه يموت او يستسلم. كل واحد فيهم بيصرخ بنفس الكلمه اللي كانت مبدا جيفارا في حياته: الوطن او الموت. لما بنشوف الظلم ده بنفهم ليه جيفارا فضل رمز لكل احرار العالم. بنفهم ان الكفاح علشان الحريه ملوش جنسيه ولا دين، هو احساس انساني واحد. جيفارا مات من زمان لكن ساب وراه فكره، والفكره ما بتتقتلش، فكره ان الظلم مهما طال لازم ينتهي، وان صوت الحق مهما حاولوا يسكتوه هيفضل عالي. وهنا السؤال اللي لازم كل واحد فينا يساله لنفسه: لو جيفارا كان عايش بينا النهارده وشاف اللي بيحصل في غزه، تفتكروا كان هيعمل ايه؟ سلام.